أبي انظر ماذا وجدت. صاح الولد وهو يلوح بحزمة من المال ومسدس. هل هذا كنزك؟ ابيض وجه الأب. لا تريه أمك. لحق به ليمسك به، لكن الولد ركض نحو غرفة المعيشة. كانت العائلة تعيش في بيت صغير. كانت الأم مريضة تحتاج إلى علاج. عمل الأب بجد، لكن المال كان ضيقا. أحب الولد استكشاف الأماكن المختبئة. انتظر قبل أن أخبرك بما حدث بعد ذلك. إذا كنت تعتقد أن أمك هي أقوى شخص تعرفه، اضغط على زر الإعجاب واشترك الآن. فتح الولد صندوقا مختبئا في غرفة الأب. أخرج المال والمسدس. لماذا تخبئ الأشياء اللامعة يا أبي؟ سأل. هذا ليس لنا. أعده الآن. صاح الأب. دخلت الأم. رأت المال والمسدس. اشرح الآن، قالت وصوتها يرتجف. نظر الأب أسفل. إنه لعلاجاتك. همس. أنا أخذته. شهقت الأم. لقد كذبت. لقد خاطرت بكل شيء. تعثرت خلفا، تمسكت بصدرها، غاصت في كرسيها ودموعها تتساقط قبل كشف الحقيقة. إذا اكتشفت أن شريكك خاطر بكل شيء من أجله، هل تغفر له؟ اكتبه في التعليقات. سحب الأب أوراقا. لم يكن سرقة. قال لقد أفرطت في تقاضي عميل قبل أشهر. هذا أنا أدفعه سرا. المسدس إنه فقط قديم. نظرت الأم إلى الأوراق. علاجات ميا. قرأت ملاحظات لبروس. كنت تحميني، لكن لماذا لم تخبرني؟ همس. أومأت الأم ببطء. سنواجه هذا معا. قالت. أعاد الولد المال والمسدس. احتاجت الثقة إلى الصدق.